السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير على خير. رجعت لكم من جديد، رجعت بوصفتي السهله والبسيطه. صدقوني هذه المره جيت معكم بوصفه بسيطه وتحليه ما شاء الله بنينه روعه روعه. بمكونات بسيطه، اقل من 20,000 ديري تحليه تجي روعه الله يبارك. كما ولفتكم دائما تحلياتي اللي بدون فرن. نتمنى تكملوا معايا الفيديو للاخير. نحب نشكر بزاف بزاف مشتركين عندي جدد، نقول لهم مرحبا بكم، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، والقدم نقول لهم شكرا جزيلا ودمتم اوفياء ان شاء الله، وان شاء الله دائما نكونوا في المستوى. نبداو بسم الله. كما كنت قلت لكم انا عندي هنايا تحليه بارده. انا عندي زوج بايض، زوج علب بسكويت، هاوليك راهو يبان لكم، راه ماهوش غالي الثمن. عندي هذا المول انا غلفته كامل بالاخر كما تشوفوا فيه. انا دوكا ندير هذوك الحبات تاوعي. طبعا كل اخت والمول تاعها، اللي تحب تكبر المول تاعها تكبره، واللي تحب دير كميه المول تاعي دير. انا دوك ندير هذاك الحبات كامل. طبعا كل اخت على حساب الافراد العائله تاعها. انا هذه التحليه نحب نديرها بزاف بزاف اعياد ميلاد ولادي، نرافقها مع لهدا اختوله. كما تعرفوا الاطفال ولادنا يحبوا بزاف الكريمات، صدقوني تجي بنينه روعه. هيديك نحاولوا نديروا ذوك الحبات الملاح في الجوانب هكذا. انا يا دوك بعد ما درتو كامل نزيد، بعد ما درتهم كامل انا دوكا واش ندير، هذاك البسكويت اللي بقى لي، الكاطو او البسكويت اللي بقى لي، واش ندير له، نكسروه كامل، نقسمه غير بيدي، نحاول نقسمه كامل كيما راكم تشوفوا. طبعا الاخت اي بسكويت تحبوا، لكن هذا ماهوش غالي الثمن ومتوفر، متوفر ويجي طريقته. انا صراحه نستعمله بزاف بزاف في تحلياتي، كما راكم ملاحظين في تحلياتي السابقين راني نستعمله غير هو. هاوليك كما نقسمهم كامل. انا دوكا واش ندير، نروح نشوف نجيبو كيفاش نديرو الكريمه اللي رايحين نشربوا بها داك البسكويت تاعنا. انا هنايا واش عندي ملعقه سكر كلاصي، سكر اي نوع سكر عندكم، وعندي 3 ملاعق نشا، وعندي 2 ملاعق كاكاو، وزوج كيسان عفوا حليب. قبل كل حاجه انا نجيب الحليب تاعي، هاوليك نجيب كسرون اللي ندخلها نديرها فوق النار. هاني مرفه نستعمل بزاف معكم قبل هذو الكريمات. هايليك ندير 2 ملاعق نديرهم في صفاي باش ما يجونيش دوك الحبيبات. طبعا كما دائما نقول لكم، الاخت اللي دير الكريمه تاعها واذا صابت فيها حبيبات ولا تقدر تستعمل البرا تاعها، تخدموا بالبرا يعاودوا يولي لها الكريمه تاعها نورمال. لكن بهذه الطريقه صدقوني ما تستحقوا لا برا لا والو، تجيكم ناجحه ان شاء الله. راني موالفه نديرها معكم في تحلياتي السابقه. ندير الملعقه الثانيه، هايليك نزيد لا مايزينا، ندير الملعقه الاولى، نزيد الملعقه الثانيه. كما قلت لكم انا ندير 3 ملاعق. السكر طبعا كل اخت والذوق تاعها، لكن انا ملعقه واحده جاتني بالنار والله يبارك، معناتها لكل وحده والذوق تاعها، لكن تقدر الاخت تكتفي بملعقه واحده، ملعقه سكر. ان شاء الله يا ربي نكون راني نعرف نلحق لكم المعلومه. نزيدو ملعقه سكر.
ونحرك كامل ذاك الخليط. طبعا نخلطو باش كما كنت قلت لكم ما نصيبوش فيهم هذوك الحبيبات. انا نحركها دوكا ندير فوق النار تقريبا 10 دقائق. كي تشوفوها بدات تثقل لكم، كي تحسوها بدات تثقل لكم، ثم نكملوا مع بعضنا هكذا نحركوها مليح. انا نديرها فوق النار كما كنت قلت لكم حوالي 10 دقائق فقط. كي تشوفوها بدات تثقل لكم ثم حبسوا. المهم لازم تبقاو تحركوا فيها دائما من الاسفل. هايليك من بعد ما انا بقيت من بعد ما درتها فوق النار 10 دقائق هايليك كيفاش خرج لي القوام تاعها. دونك انا نفرغها كامل في هذاك الخليط تاع البسكويت تاعي. هايليك دونك انا وهي سخونه دونك نبدا نحرك فيها نشرب هذاك البسكويت تاعي كامل هذيك الكريمه. كما كنتوا تشوفوا خطوات سهله وبسيطه، اي اخت مبتدئه تقدر ديرها. هايليك سهله جدا ما تديناش وقت، نقدروا نديروها في سهرتنا. انا نجيب البسكويت تاعي ليها ولي كيفاش درتو. دوكا نفرغ هذاك الخليط كامل في هذاك القالب غير بالعقل باش يبقاو لنا هذاك البسكويت واقف. نفرغ ديك الكميه تاعي كامل. كما كنت قلت لكم انايا درت هنايا 2 علب، لكن كل اخت والمول تاعها القالب تاعها اللي عندها ما نقدرش. كاين اللي المول تاعها كبير تزيد في الكميه. المهم الفكره وطبعا كما ديما نقول لكم تزيدوا غير في الغوصات في الكميه تزيدوا. هايليك نحاول نضغط عليها كامل. دونك انايا واش ندير لها بهذاك البابي فيلي اللي راني مغلفه به المول، نعاود نضغط عليها ونغلفها ونديرها في الثلاجه. لازم تكون بارده. هايليك صدقوني تجي روعه وما كما تشوفون كما كنت قلت لكم ما تديناش وقت. ومن المكونات ما فيهاش مكونات صعاب، مكونات متوفره في كل بيت. انا دوك نديرها في الثلاجه وبعد نشوفوا كيفاش نحضروا الكريمه اللي نديروها من الفوق ان شاء الله. انا الكريمه هنا عندي نص كريمه سائله وعندي علبه شيكولا. اي نوع شوكولاته عندك في الدار تقدري تستعمليها. من الكريمه السائله اللي ما عندهاش كريمه سائله تقدر دير تعوضها حليب، لكن دير نص فنجان صغير تاع الحليب وديرها فوق النار تذوب. تحمي اذا كانت الحليب كي يكون الحليب حامي برك دير الشيكولا تذوب وحده. انا هايليك من بعد ما ذبت لك الشيكولات كامل تاعي انا واش ندير هذوكا نجيب القالب تاعي. هاوليك انا صراحه هنا ما خليتهاش ريحت لي حوالي نصف ساعه، لكن الاخت طبعا تقدر قد ما ريحت قد ما تعطينا نتيجه افضل. نقلب القالب هنايا ينقلع لنا بسهوله ما يديناش وقت، لانه كما كنتو عارفوا راه فيه مغلف بابي فيل. هاوليك نقلع البابي هاوليك غير بالعقل باش ما يتخسناش. وراه ثاني راهي تنقلع لنا السهوله لانه راهو خلاص لصق في هذيك الكريمه. دونك انا نجيب هذيك الشيكولا تاعي كامل الشوكولاته تاعي ونعاود نديرها من الفوق. هايليك نحاول نقلاصيها كامل من الفوق، نمشي هذاك الخليط تاع الشيكولا كامل مع المول تاعي مع القالب. نحاول نخدمها كامل، نحاول ندي لك الكميه كامل تاع الشيكولا تاعي. هايليك
انا هذيك نصف فنجان هذيك دار لي كامل خدمها لي كامل. نحاولوا نغطوها كامل ما نخلوش الاطراف تبان. ولا صدقوني كي تغلفوها كامل ما يعرفوهاش اي واحد يجي عندكم يضيفوا لا تعطوها له ما يفيقش باللي بالبسكويت مخدومه تجي بنه روعه الله يبارك. انا اللي من بعد ما زينتها انا كنت درت لا شونتيي تاعي وكنت درت لها حوالي ملعقه من الكريمه عفوا من الشيكولا اللي كانت فضلت لي منها درت لها طلعتها مليح لا شونتيي. وطبعا التزيين دائما كما نقول لكم يبقى اختياري، كل اخت واش حابه تزين الكيكه تاعها. المهم ادوا الفكره والتزيين يبقى اختياري. صدقوني تجي ما شاء الله. نشوفوا كيفاش تجينا هايليك من بعد. انا ما شفت الحبه تاعي كيفاش جا القوام تاعها. صدقوني جات بنه روعه الله يبارك. نتمنى تجربوها. اذا عجبتكم ما تنسونيش تخلوا لي في تعليقاتكم. نشكر